النهاردة هنتكلم عن أهم وأذكى الطرق اللي ممكن تستثمر بيها فلوسك، سواء ما كنتش خبير في البورصة أو محلل مالي، واللي هي صناديق الاستثمار باختصار. في ناس كتير أول ما بتسمع الكلمة دي بتبقى مستصعباها ومش فاهماها، لكن في الحقيقة صناديق الاستثمار من أذكى وأأمن وأسهل الطرق اللي ممكن تستثمر بيها فلوسك. عشان كده في الفيديو ده هفهمك إيه هي صناديق الاستثمار، أنواعها، مميزاتها، عيوبها، وإزاي تستثمر خطوة بخطوة، وإيه الصندوق الاستثماري المناسب لأهدافك المالية. فمن غير ما نطول ونرغي كتير، يلا بينا نبدأ. اول حاجه، يعني ايه صندوق استثمار؟ تخيل معايا ان ناس كل واحد فيهم معاه فلوس بيحطها في صندوق. الصندوق ده بيبقى بواسطه بنك او شركه، بيديروه بطريقه احترافيه لانه بيبقى جواهم محللين ماليين، وبيبقى عليهم مدير مالي بيدير الصندوق، وبيحدد سياسه الصندوق هتمشي ازاي. هل الصندوق هيستثمر في أذون الخزانة، في الدخل الثابت، أو في الأسهم؟ ودي حاجة بتتحدد في نشرة الاكتتاب أو في نشرة الصندوق الاستثمار قبل ما تستثمر فلوس. مش عايز أصعبها عليك، بس صندوق استثمار عبارة عن صندوق بيجمع الفلوس وبيتم إدارته من بنك أو شركة، لأن بيبقى جواه محللين ماليين وبيبقى عليهم مدير مالي، عشان أخلي الحاجات سهلة وبسيطة وما تتوهش معايا. الخبراء دولت اللي في الصندوق الاستثماري هم اللي بيختاروا سواء يستثمروا في الأسهم أو أذون الخزانة والودائع البنكية، أو الورقة المالية، أيا يكن الورقة المالية اللي الصندوق هيستثمر فيها. غير إن أنت بتاخد جزء من أرباحك حسب مساهمتك في اسمه ده في الصندوق. فده ببساطة. باختصار، الصندوق ده عامل زي مشروع جماعي، كل واحد بيحط فلوس والشركة أو البنك بيديرها بطريقة احترافية. تاني حاجة، أنواع صناديق الاستثمار. طبعا مفيش نوع واحد، في أنواع كتير، لكن أنا هقولك أشهر 5 أنواع صناديق استثمار. نبدأ بأول واحد وهو المشهور جدا، صناديق الأسهم. الصندوق ده بيستثمر في الأسهم، طبعا بيبقى جواه خبراء ماليين زي ما احنا قلنا، وبيستثمر في الأسهم بالنيابة عنك، لأن هم بيبقوا محترفين وبياخدوا منك عمولة، وده بيبقى المكسب منهم، سواء من الاسترداد أو من الاشتراك. إن أنت بتحط فلوسك فبتدفع عمولة، سواء من إن أنت بتشترك وأنت بتحط فلوسك أو أنت بتسترد فلوسك. فهي دي ببساطة مكسب الصناديق دي. خلينا نكمل موضوعنا. صناديق الأسهم تستثمر في أسهم الشركات، ودي مخاطرتها عالية جدا. ده غير إن هي بتدي طبعا عائد أعلى لأن بمخاطرة أعلى، ودي قاعدة معروفة: هاي ريسك هاي ريورد. سواء بقى كان لو ريسك فبالتالي هيبقى العائد قليل. فدي قاعدة خليها في دماغك قبل ما تستثمر في أي حاجة. الصندوق ده مناسب للناس اللي تحت 25 سنة، ومستعدين يستثمروا فلوسهم لوقت طويل، وما عندهمش التزامات أو مسؤوليات. فده صندوق مناسب لو أنت عندك المواصفات دي وأهدافك زي ما أنا قلت بتستثمر فلوسك أكتر من 5 7 8 سنين أو 10 سنين حتى. فده صندوق مناسب للحاجات اللي أنا قلت لك عليها. أمثلة على الصندوق ده: في صندوق اسمه استثمر في CIB، وفي صندوق تاني في بنك مصر اسمه الصندوق التاني. ممكن تستثمر فيهم لأن هما بيستثمروا في أسهم الشركات. أنواع الصناديق التانية، وهي صندوق الدخل الثابت، بيستثمر في الودائع البنكية، أذون الخزانة، السندات. ببساطة المخاطر بتبقى شبه مش موجودة تقريبا، والمخاطر بتبقى قليلة طبعا، والعائد بيبقى قليل. مناسب للناس الكبيرة عشان بيبقى عندهم التزامات ومسؤوليات. فدي حاجة طبعا أي حد كبير بيبقى بيدور عليها، استقرار وأمان، وده اللي بيوفره صناديق الدخل الثابت، زي الصندوق الرابع من بنك أهل مصر. ببساطة. تالت نوع من الصناديق هو صناديق الذهب، ومن غير يعني ما اشرح لك، هو اكيد بيستثمر في الذهب. زي مثلا اشهر صندوق في مصر صندوق ازمة جولد، بيستثمر في الذهب 95 كحد ادنى، او ممكن 100% كحد اقصى في الذهب. ببساطة. وبياخدوا عمولة 3.5% لو بعت فلوسك قبل 3 سنين، لكن لو استثمرت اكتر من 3 سنين هيبقى عليك زيرو عمولة.
وده احسن حاجة في الصندوق ده. والميزة في الصناديق ان انت ممكن تستثمر بفلوس قليلة، سواء 500 ألف، 10 قصدي 20 جنيه. الوثيقة ب20 جنيه، ممكن تبدأ من أول 20 جنيه. وازاي تستثمر فيها؟ من ابلكيشنات زي ساندر، اي وسيط مالي، سواء مباشر مصر او مباشر تريدر سوري، او ساندر، او اي بروكر في مصر عموما. في اتنين غير ازمة جولد، هو بيلتون سبايك والاهلي جولد، ودولت ممكن تستثمر فيهم برضو سواء من ساندر او مباشر تريد. عشان تعرف سياسة الشركة بالظبط، ممكن تقرأ نشرة الصندوق قبل ما تستثمر فيه، عشان تعرف اشتراك سواء من الاسترداد أو نسبة الاسترداد أو نسبة العمولة في حالة الاشتراك. وده ببساطة صناديق الاستثمار. صناديق بتستثمر في الذهب، بيبقى مخزنين ذهب وبيعملوا وثائق باحتياطي الذهب اللي عندهم. فده ببساطة. وفي ميزة كويسة جدا في أزمة جولد، إن هو مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، وبتشرف عليه لجنة من الشريعة. فلو أنت يعني من النوع اللي هو تحب إن أنت تبقى متأكد إن أنت استثمارك تبع أحكام الشريعة الإسلامية، فدي حاجة كويسة. تقدر تستثمر في أزمة جولد مستريح جدا. وده ببساطة. سواء لو كنت مسلم أو أيا يكن ديانتك إيه، لازم تقرا نشرة الكتاب عشان تعرف هل الاستثمار ده مناسب ليك أو لأ. الصندوق الرابع هو صندوق المتوازن أو صندوق التوازن، زي ما تحب تقول. هو بيحاول يعملك مزيج ما بين الأسهم وسندات أو أذون الخزانة والودائع البنكية، عشان يحاول يعني يوازن ما بين العائد والمخاطرة. ما يخليش العائد بتاعك عالي، وفي نفس الوقت ما يقللش العائد بتاعك، ولا يعلي المخاطرة قوي ولا يقلل العائد قوي. بيعمل لك مزيج، يعني تستثمر مثلا 70% و60% من الفلوس، قصدي سوري 50 أو 60% من الفلوس في الأسهم، أو 50 أو 60% في أذون الخزانة والودائع البنكية. فبيحاول يوازن ما بين المخاطرة والعائد. ومثال على الصندوق ده هو صندوق الميزان ببنك الكويت الوطني. ممكن تروح هناك وتعمل استثمار في صندوق استثمار الميزان، وتحط فلوسك وتستثمر بسهولة. آخر حاجة هو ال ETF. ببساطة يعني ETF هو صندوق المؤشر، صندوق بيتبع مؤشر. آخر حاجة وهي صندوق المؤشر. صندوق المؤشر يعني صندوق المؤشر يعني صندوق بيتبع مؤشر. ويعني ايه مؤشر؟ مؤشر ده بيبقى جواه شركات، سواء EGX30 أكبر 30 شركة في مصر. سواء ال30 شركة دولت كبروا، فالمؤشر بيبقى في النطاق الصاعد أو النطاق الأخضر، فبالتالي أنت بتعرف إن السوق طالع. لو في النطاق الأحمر، فكده أنت بتعرف إن السوق واقع والمؤشر ده واقع ببساطة. فالصندوق بيتبع المؤشر، لو المؤشر زاد فأنت هتكسب، لو قل فأنت هتخسر فلوسك. والمؤشر ده بيعكس صورة البورصة والاقتصاد المصري. لو الاقتصاد في ازدهار، فبالتالي المؤشر هيبقى في النطاق الأخضر وصاعد. ولو صاعد، الصندوق هيبقى صاعد برضه، لأنه بيتبع المؤشر ببساطة. عشان أخلي الحاجات سهلة جدا بالنسبة لك. معلومة سريعة ليك: لو كنت استثمرت 1000 جنيه كل شهر من 1998 ل 2023، اللي هم 25 سنة، حطيت 1000 جنيه في EGX30 مؤشر البورصة الرسمي، كان زمانك هيبقى معاك 7 مليون جنيه. ده مش كلامي، ده كلام صندر في فيديو من فيديوهاتهم، ودي صورة ليهم. لو انت مش متأكد من كلامي، ممكن تتأكد من نفسك، واسيب لك رابط الديسكريبشن، رابط الفيديو تحت في الديسكريبشن. اوكي. لو كنت حوشتهم كان يبقوا 3000 جنيه، سوري 30000 جنيه. لكن لو كنت استثمرتهم زي ما قلت لك كل شهر بالظبط بطريقة ال DSA Dollar Cost Averaging، كان هيبقى معاك 7 مليون جنيه بالظبط أو أكتر كمان. فده ببساطة دي قوة إن أنت تستثمر كل شهر في صناديق الاستثمار لفترة طويلة، زي ال EGX30. وده ETF بيتبع مؤشر البورصة. حاجة مميزات صناديق الاستثمار: أول حاجة الإدارة الاحترافية، لأن في ناس خبراء ومديرين ماليين بيستثمروا بالنيابة عنك، لأن هم عندهم المعرفة. ده ببساطة. تاني ميزة إن أنت لو ما عندكش وقت، فأنت بتحط فلوسك وهم بيستثمروها، فأنت كده كسبت من ناحيتين. أنت ما عندكش خبرة ولا فلوس، أنت كل اللي عليك إن أنت تركز إن أنت تجيب فلوس وتخلي الناس بتفهم في الفلوس
هي اللي تستثمر مكانك في البورصة وتريسك بالنيابة عنك. ده ببساطة. تالت ميزة إن أنت ممكن تخش تشتري أو تبيع في أي وقت من غير أي قيود، من غير ما زي مثلا في شهادات الاستثمار وشهادات الادخار مش لازم تستنى 6 شهور، ولو كسرت الشهادة تدفع نسبة غرامة. لأ، في صناديق الاستثمار أنت ممكن تشتري في أي وقت تبيع في أي وقت، وده على حسب نشرة الكتاب طبعا. في صناديق بتبقى لازم تقعد فترة معينة تسيب الفلوس عندهم، بس أغلب صناديق الاستثمار في مصر بالذات إذا ما كانش كلهم بيستثمروا. ممكن تستثمر فلوسك في أي وقت وتبيعها في أي وقت براحتك. رابع حاجة المرونة في المبلغ، ممكن تشتري من أول كام على حسب سعر الوثيقة. في بيبدأ من 10، 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، على حسب. ممكن تبدأ بحتى ب200 جنيه، 1000 جنيه، 2000. مش لازم يبقى معاك 10 آلاف، 20، 50، 100 ألف، 200 ألف عشان تستثمر في صناديق الاستثمار، ودي حلاوة صناديق الاستثمار. رابع حاجة وهي عيوب صناديق الاستثمار. عيوب صناديق الاستثمار إن أنت بتبقى بتدفع عمولة، وممكن العمولة دي تكون كبيرة، ولازم تقرأ نشرة الكتاب زي ما قلت لك عشان تعرف كل حاجة، سواء الرسوم أو الاسترداد، عمولة الاسترداد وعمولة الاشتراك. فلازم دي رسوم تكون انت عارفها وتفكر فيها قبل ما تحط فلوسك، لأن دي فلوسك اللي انت بتحطها. لازم تعرف وتحسبها قبل ما تيجي تبيع أو تاخد فلوس الوثائق بتاعت صناديق الاستثمار اللي انت بتستثمر فيها. تاني عيب وهي قلة التحكم. لو انت عايز مثلا تشتري سهم أو تزود مثلا نسبة فلوسك في الودائع البنكية، أو تعلي نسبتك في الأسهم، أيا يكن انت عايز تستثمر فيه، فانت مش هتبقى متحكم، لأن انت الفلوس دي بيتم إدارتها بناس خبراء، سواء كانوا مديرين ماليين أو خبراء في البورصة. فده ببساطة. تالت عيب وهو العائد مش مضمون. انت بتبقى مش عارف العائد هيبقى كبير ولا قليل، وغالبا العائد على حسب انت بتبقى بتستثمر في فلوسك في ايه. يعني لو عالي المخاطرة زي صناديق الأسهم، انت ممكن تعمل عائد أقل من شهادات البنكية أصلا، وممكن تعمل أزيد. ده عشان تبقى عارف المعلومة دي. فالعائد بيبقى مش مضمون، وهو ده الريسك بحد عينه، لأن لو عائد معروف فكده ده الريسك بيبقى مضمون. فدي حاجة برضو لازم تفكر فيها قبل ما تستثمر فيها. آخر عيب وهو الضرايب. بعض صناديق الاستثمار ممكن تكون عليها ضرايب على الأرباح، ودي حاجة لازم تكون عارفها زي ما قلت لك ببساطة. دي عيوب صناديق الاستثمار. نيجي لآخر حاجة واللي هو ازاي تختار صندوق الاستثمار بتاعك. عشان تختار الصندوق المناسب ليك ولأهدافك المالية، لازم أول حاجة تحدد هدفك المالي. انت عايز تستثمر الفلوس دي لمدة قد ايه؟ سنة، 6 شهور، ولا 3، 5 سنين، 10 سنين؟ ولا انت عايز عائد سريع ومضمون، ولا انت عايز عائد بأسرع وقت وبأعلى ريسك؟ دي حاجة لازم انت تفكر فيها وتقيسها. لازم تقيس المخاطرة اللي انت تقدر تتحملها. ما تجيش انت راجل كبير وعندك التزامات وعيالك في المدرسة وتريسك بفلوسك كلها. لازم دي حاجات تخليها في دماغك برضه. تالت حاجة اقرأ نشرات آم، تالت حاجة اقرأ نشرات صناديق الاستثمار، وشوف الرسوم، وشوف الأداء السابق بتاع صناديق الاستثمار آخر 5 سنين، مين اللي حقق أعلى عائد ومستقر لمدة 5 سنين. وبالتالي انت ممكن تشوف وتفكر ايه الحاجة المناسبة ليك ببساطة. آخر حاجة ابدأ بمبلغ صغير. شوف الاستثمار ده هل مناسب ليك، وهل انت مرتاح بالفلوسك ان هي تبقى موجودة في الصندوق ده ولا لأ. دي ببساطة ابدأ بمبلغ صغير، اسحبه تاني بعد كده. حط فلوسك وشوف. يعني زي ما بقول كده، جرب فلوسك الأول بمبلغ صغير، بحيث إن أنت لو معجبكش طريقة الاستثمار دي ما تبقاش خسرت فلوسك، وتقدر تاخدها في أي وقت، أو حتى لو خسرتها مش هتأثر عليك. وعموما في صناديق استثمار في أي بنك. مثلا في مصر في كتير زي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك CIB، بنك العربي الأفريقي، بنك QNB، بنك الكويت الوطني. في كتير، بنك البركة، في كتير. يعني انت لو عايز تستثمر في بنوك كتير وكلهم عندهم صناديق استثمار، اكيد هتلاقي واحدة مناسبة ليك ولأهدافك المالية. خطوات الاستثمار ان انت تفتح حساب في البنك اللي انت عايز تستثمر فيه في صندوق الاستثمار. يعني انت لو عايز تستثمر في CIB تروح تعمل حساب بنكي، او تعمل استمارة وتملى الاستمارة وتحط فلوس. وببساطة تقدر تتابع فلوسك وهي بتكبر من الابليكيشن بتاع البنك اللي انت
مختاره. دلوقتي انت عرفت ان صناديق الاستثمار هي وسيلة سهلة وذكية وآمنة جدا لان انت تحط فلوسك وتستثمر فيها من غير ما تضيع وقت ومن غير ما يكون عندك خبرة، او حتى من غير ما تتابع السوق وتحلل الاسهم وتتعب في ادارتها وتحليلها، ومن غير ما تتعب حتى في ادارة المحفظة الاستثمارية بتاعتك. فببساطة انت وصلت لحد هنا، اديتني وقتك واهتمامك، ودولت اغلى حاجتين بالنسبة لي. اتمنى تشوف الفيديوهات التانية. كان معاك محمد خالد، السلام عليكم.